النهارده هنتكلم ازاي تقدر تختار العياده الطبيه بتاعتك. في 3 عوامل رئيسيه. اول حاجه يكون في نسبه سكنيه عاليه جدا في المنطقه، الكتله السكنيه اهم شيء. زي مثلا لو بنتكلم عن منطقه الام يو 23، هي ما بين الار 2 والار 3 في العاصمه الاداريه. دي فيها 300 الف نسمه و16 مدرسه واربع جامعات، فده الترافيك اللي احنا بنحتاجه لاي مبنى طبي. النقطة التانية الاكسسبيليتي، يكون سهل الوصول، اقدر اوصل له، يكون على شارع رئيسي، يكون ليه مواصلات عشان يبقى الموضوع سهل ان انا اقدر اوصل له، خاصة لو معايا حالة حرجة. دي التاني حاجة. النقطة التالتة يكون في تنوع في التخصصات وتنوع في المساحات، عشان يبقى انت كاستثمارك مطلوب. لو عايز مثلا في بادجت محدودة، هيبقى معانا مثلا عيادات صغيرة او عيادات الكشف. لو البادجت بتاعتك متوسطة، هتبقى العيادة الطبيعية جدا اللي بيبقى معاها الريسبشن او الويتنج اريا. لو محتاج سنتر كبير، فيبقى في مساحات من 300 و 400 متر. فبالتالي الثلاث حاجات هما الكتلة السكنية، سهولة الوصول، والتنوع التخصصات وتنوع المساحات. مهم جدا وانت بتختار العياده بتاعتك يكون في مبنى طبي منفصل تشغيليا، او يكون منفصل تماما عن المول، لان ما ينفعش يحتك المرضى بالوافدين على المول. فلازم يكون تخصص منفصل تماما عن تشغيل المول. يستحسن ان هو يبقى مبنى لوحده، بس لو هو داخل مول يبقى منفصل تشغيليا. الحاجات دي نركز عليها، بتفرق جدا في الاستثمار، بتفرق جدا في اختيار الدكاتره للعيادات بتاعتهم، وبتفرق جدا تشغيليا. شكرا.